Bermawan, tuko brief tu kidogo. Sisi tumeshinda hapa kujadiliana mambo ya hii munkar ya dini, nafikiri usiku nilikuelezea. So watu wa jamii nyingine pia ambao waongee kwa ili wasaidie. Mkisema pia ni kwa kiasi. Sawa. Ndio watasoma kijamii ndio. Itakuwa أتري هذا أربع ماش نقول لك كان أربع أبانا أستاذ محمد سؤالي فيها كساو أسانيتا ما نقول درا لفلي درا فجر لما كنت دبت ويتلا لكني أمرين بعده أتاك بقى سا دربي ونو دبت دوجر كان درا غير اللي قومه ما أيا ممكن أتعرف أنت تفهم بيها ukai bin sawa haina haja kusimama, sio hii na hivi ndio iko sawa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تدرس ربي كأننا قلت شنا الحمد لله. ونن علماء تندر بدي في شيء تنرجته أميريشياتي ويا كان ربي سبحانه وتعالى أرميد ونجيب سي توفيق نوت كنّه منكر هقول دي تمل دبره بودل كن كدي بدي أناسا جوز كيسن كأورما هدير بورا غوري تيجا تاي ده وإذن ربي هيتين وسلاتين تينو إذن ربي هتفتين وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. ربي فلا تنفر مفنتين فبقول نتهنف منكر إنه كسر أما يكن إنه كسر معصية إنه كسر كانوا ربي كان دين نبيا إردن هقول دي تمل دبرته بري أما وانشانو إلى الله ما أرشان أنت إروال جاف النوليين وانشانو إروال جاف إن أنت دور سامان هسا إيشين هرنات كن أما هرنات كن كسمان إلى إن من ديني أنت إسلام وكاس رصة فودنون هنكم رصة فودنون كمي تنيلال مالي كان أرجنراون كهينفون كنا بلي تفكون كفودن كهينفون كنا مالك هنفون كنا كفورن كنا شريان فورا نتيات أكم فورني دبيتان إلال نكاهن إسلاموا نو أرممو نو إسلاموا نكاهن ما نردو بيت ربين رسول محمد ما نردو بيت عليه الصلاة والسلام دبيتان في الليل يكن لو كسيد دعار تدرسا يكا إن من ملجلكو قربان قالش دكي كتابنا إلال دول مالتين دبي كتابنا إلال تياتن بريتان كس نصران تنتي جرتي وانتي أرمو والبأرمى مالتت أربعين كباشر إشتبرا جنتي سميناتي ردبده إتى يكين كل أربع كاجر فسبب وان والبا إنما الأعمال بالنيات نياتي قالش كان ده كتاب ستيل على إثمان غائب بك تم بك واكبر إجم استخارة كريسنا بالنول لكيس أظن تقول لي برا إجم مدارثان قبدي إشتان في الله سلويشون لفنا خطبة جمعة برسينا إن شاء الله مسكين تقول لي كاس جمعة فجر كارابي ونبي ما يرى رسول كما يرى خصوص منكر كان هندا جيتن منكر لما سان منكر أيان لا لنوات نمجي لك يجد دام بيقولوا جبدو إشين ما نسوم فوت شركيان سلتي يرى هلك يفنو حتى ونوعك علماء يا مدرسيننا هلك يفنو منكر لما سان كمنن منكر قوما حسا وتنجيبس يعني اسكن حمل دبر هبري جنون إسكان الرا في الليل يرو إشنتون ها نم الله إسلام ونم دين إسلام وكسنجر مزيم وفكاتفنا نبينا عليه الصلاة والسلام من كثر سواد قوم فهو منهم نم تود دقا قدس إننا نقول سون كثيرا تود يهوديا قدسين وروسي كان الرسول بلا يعني
أتود يهوديا قدسنا أروس كان هاروس يهوديا بالتوجي دوبرا له قدو فرنن وقالولن هاول لغره بيونغوزيتن هالوغره اسمو قارا برجراتن جراتنو ما تشيفنا نقارتو حسنا دينتين حمل دبرتني رال في دانا ديني جدا يولنتن تدراي جتو المان كان هجتو اشران حفله إشنا خطبة جمعة نهار برسنة كماتي هار قبلنا تلفريات أو تلوغر إن شاء الله تبارك وتعالى تاني ردوبت تون انت البنت جلا ديديد قد باسني جوكوار تيسسني بيتشا داني دنيا مزيمان داول نربي مان ديدن نيتي دقا كنم دبنتر قاموتو أرمي دابد نيتي دقا تاتي أرم ديد كانت أكويا أفر وارد إشتان قالولن دبتي ردوبتي حديث رسول ka dubbete آية dubbete irra warseede kabisa haram wa hamar fenno tami sho amma ambo am tapaka du fenini ko be wetketiyatan tun kulli yahudi midasaluna dufna midasin domno arratan qalolen wa shananta irra wal gafeta olle hayd wal arjenne bosken hindo gorra wa wan gudon wakar jebite khutba juma kule amu kasbane bere beratan timne workana kan denne hayure kan burbane hidme kan burbane magoti doni tu ko tayari kabisa si jilbi fena a dowan ni fedu lakisi saniyanna ammo gafi namu yoten dubitan darge da goralle guddo fina da ulama iballitin te senda gartetun kulli arwon ibi afarbi olle so rabbiya burbata armolte nun tanu harkanu qabd alhamdulillah hawal gorre hawal qabsifne ta gumiten harka qabd ishitana gumiten haysen kaden ralle guddo fina da bere jiratenu sakiran kabirin jebite arusiken ke namu goma hindeini namu ayyan hilaletini namu qalish deke urji kitabana hilal hiyedinini dubarti namu didid kazimbasini intalatin ufishi miwake sudadi adabi sege takabri ko futeshe enta ayo ديدي قديم بين حتى يسكن رديد شيء لا طاعة لأحد في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف دو بشالة نوعرها تنتلي تقول رالي قدو في الدا قسكين إسان كادنا كوا صوتي موجة صوتي تكون إسان كادنا علماء كيفتوا إسان كادته يبتة جلتين نمو قوما هندين دو بيتا نور بكسا بل نور هم بك افتروا فر بكسنا أقرب بالنور عرسة بكسا مدير رنوبوسي خير كرا بيادر جن ذنب بين رب الذنب تنوسمو بل لتدبر ربنا هنوسمي هنوتي سمو ومن تاب عن الذنب كمان لا ذنب لنا هو ينمن ذنب مداسة هو بجيبس أكنم تكذنبهم مداسني نم نمو كجيبا غريسي ونسيت ما ان قالوا لتوشي في ونغم مداسة الستيت وات النوت مداسة شركين تو كيوسون من نفت دالو دو واقايون قدو وان كي قالوا لي وفرال بدو في النواك سودان اقوان في اول بلو امتن ان شاء الله نسم كسبا استاذ محمد قالوا لي افانك سؤالياتي يوفرما كسندري دو استاذ محمد استاذ اسماعيل مومبات افانك كورمتينا من نتي خاتمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تمام ما قرطاس لا مو كونتي اصلا دلتا كسلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Sifa njema, daraja kuu, muumba, mweza, mwenye kuruzuku, mwenye kuhuisha na kufisha, chake kiko kamili, hana upungufu wowote, haharibikiwi na jambo lake, limetimia. Ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunamshukuru kwa kutujumuisha sehemu kama hii. Tunamsalia Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma ba'd, leo tumekutana viongozi wa dini ya Kiislamu kutoka sehemu za Lamu na Tana Delta, Tana River, kwa minajili ya kujadiliana na kuhimizana na kukumbushana na kuelimishana kuhusu mapungufu yetu katika jamii na mambo ambayo
yametuletea hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala, mambo ambayo yametutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lugha ya kidini ni munkar, jambo ambalo limekataliwa na dini na jambo ambalo lachukiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Ustadh Ahmad alivyosema, kwa lugha ya kinyumbani tumejadili mambo matano na yote tukaona kwamba katika dini hayafai na yatatuletea matatizo makubwa na hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama harusi zetu kuwa na ngoma, mchanganyiko wa jinsia tofauti tofauti. Ngoma hii imekithirisha zinaa, uchafu wa zinaa imezidi kwa ajili ya ngoma hii. Kwa ajili ya ngoma za kukesha, ulevi umezidi. Kwa ajili ya ngoma iliyozidi, gharama pia imezidi. Huku tunalia maisha magumu na tunajitia gharama ambayo si lazima, kama kwamba bila ngoma wale watoto hawezi kuoana, kama kwamba bila ngoma chakula hakishuki, watu hawezi kula, kama kwamba bila ngoma wageni hawawezi kutufikia. Si lazima, si jambo la lazima, ni gharama tu. Na pia ngoma inaleta gharama, mimba ya utotoni. Kuna mimba, watoto wanaacha masomo, wanaacha shule, wanaacha madrasa, wanaharibika mabanati wetu kwa ajili ya ngoma hizi. Pia mashekhe hawa baada kujadiliana mambo matano haya, mojawapo ikiwa ni ngoma na mchanganyiko katika harusi yetu na mchezo, densi kubwa ya kukesha siku mbili. Tumejadili mambo ya kuangaliliwa, kutazamiwa kitabu, kutazamiwa nyota, kutoa bibi harusi, kuvishana pete hadharani, huko amevaa veli, sehemu nyingine iko wazi, kocha haijafunikwa, kichwa hakijafunikwa vizuri, mikono makwapani, kifua iko wazi. Tukaona mambo haya ni ya kumuudhi na kumkasirisha Mwenyezi Mungu, na tumetoka katika njia ya Uislamu. Sasa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kukataa mambo ya mwanamke na mwanamume ambao kisheria wanafaa kuoana, ni maajani. Wanawake walimuuliza Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, waume wanaenda jihadi, wanapigana jihadi, wanakufa shahidi, mara nyingi wanapata ujira, wanaingia peponi, wanapata daraja, wanapata jina tukufu. Sisi tuko tu hatuendi jihadi, ya Rasulullah, itakuwaje? Tumekosa daraja kubwa. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawahusia kwamba jihadi kubwa ya mwanamke ni kufanya shughuli zake za nyumbani, kulea watoto wake, kusimamia familia yake, kujihifadhi, kumtuliza bwanake na kulea watoto wake. Hata hadithi nyingine kwamba jihad ambao haina mashaka ni hija na umra aliwaambia, na hadithi nyingine husnu tabaulihinna, hiyo hadithi kwamba mwanamke kukaa na bwanake vizuri ana daraja kubwa. Kwa nini leo bwana aridhike, jamii iridhike, baba aridhike, ndugu aridhike, dada aridhike, mama aridhike kwamba binti yake na mume wake, bibi yake na dada yake watoke waende wacheze ngoma na wanaume ambao si maharimu zao? Kwanza ngoma tayari ni haramu, kwenda kuchanganyikana waume na wanawake ambao si maharimu ni haramu, kwenda kushikana hapa na pale na kubusiana ndio kabisa, kwa sababu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema kusalimiana tu mkono kwa mkono mwanamke na mwanamume ambao kisheria wanafaa kuoana ni haramu, ni makosa. Hawafai kuoana, ni makosa kusalimiana mkono kwa mkono, kugusana. Nisema afadhali mtu mume ashike kaa la moto kali kuliko kusalimia mwanamke ambaye kwamba ni ajnabi wake. Kisha kukaa kando. Wakati huo wa ngoma watu wakianza kupungua, utaona vikundi tofauti, wawili wanaume wanawake, watatu msichana na kijana, wawili wako pale, wawili wako pale. Yote haya ni njia kufungua zina, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema
mwanamke na mwanamume, mume na mke, ambao kwamba hawafai kuwa wakikaa kando pamoja, shetani huwa watatu wao. Hakuna usalama hapo, kuna mambo ya ajabu yanajadiliwa. Kisha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, jicho lazini, sikio lazini, mkono wazini. Mkono zina yake ni kushika, jicho ni kuangalia, sikio ni kusikiza maneno haya zina. Je, kwenda kushikana, kukumbatiana, kubusiana, kutekerenyana na kufinyana, hili zina kiasi gani? Kisha ni jirani kwa jirani, jirani huyu na jirani huyu, jirani wa kule na jirani wako. Kuna hadithi hata kama haina nguvu katika fadhail amali inatumika. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, idha zana rajulun bihalila tijarihi ihtaza arshur rahmani ghadaba. Mtu akizini na jirani, mke wa jirani yake, binti wa jirani yake, mke wa jirani yake, ardhi ya arshi ya Mwenyezi Mungu yatetema, yatingishika. Ya Rabbi, mbona unamwachia huyu ufisadi kama? Kwa nini usimwangamize? Afanke na wonwe wak birifene amtan wak birifene. Tumekunja mashati, tuko tayari kupambana na Mwenyezi Mungu. Na tutapambana lini na Mwenyezi Mungu tumshinde? Wadhaifu ni sisi, sote ni madhaifu. Na pia usiseme watu wote anafanya, la yakun ahadukum imma. Rasuli amekataa, sio kwamba watu wakifanya hivi mimi nitafanya tu. Angalia la haki ufuate, angalia la batil uepuke. Babu tauba maftuh. Tumeharibu miaka mingi. Maulama 85 leo tumekutana Watanariva na sehemu fulani ya Lamu kwamba tukemee jambo hili. Tunaomba jamii yetu, wazee wetu, viongozi wetu, watawala wetu, viongozi wa vijiji, viongozi wa jamii, viongozi wa kiserikali, viongozi wetu wa kisiasa na viongozi wa dini, viongozi wa vijana, viongozi wa mama, viongozi wa walemavu, vikundi vya jamii, tushikane nao ili hasira ya Mwenyezi Mungu isizidi kutushukia. Na kifo cha ghafla ndio hii imezidi. Hatujui siku yetu ni lini, hatujui tutapatikana na kifo tukiwa katika mchezo huu ama kukatika huko. Basi tutaachia hapo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mwachia Sheikh Ismail Mumba atumalizie, na ni mzee wetu, atutilie dua kabisa. Naam. Ndio. Nikaa haifanyiki. Ndio. Ndio. Sasa kama nyinyi mnafanya na mambo haya yafanyika baadaye, nyinyi kama mashaikh kauli na sasa tumekubaliana ya kwamba kwa leo jibu tu sasa. Naomba urudie swali. Kwa nasema hizi nikaha bila sheikh kufunga nikaha ni asili. Mara mingi nikaha ni mfano. Na baada ya nikaha ni mambo hainatokea. Mkikataa kufanya nikaha, mambo kama haya haitafanyika. Ninyi masheikh mko na msemo gani kabla mkufanya nikaha? Na je, ikifanyika mtaka kufanya nini? Hayo ulioyauliza tumeyajadili leo, ya kwamba nikaha wanaofunga ni sisi mashehe. Je, nikaha ile tulioifunga na ni sunna Mtume, tukahalalishia mtu binti wa mtu, baada pale yakaenda yakaharamishwa ama yakafanywa ya haramu, haya tunaoyaona, suluhisho ni nini? Ama sisi kama viongozi wa dini, suluhisho ni nini? Tufanyeje? Tuchukue hatua ya aina gani ama tutoke na uamuzi wa aina gani? Tumesema ya kwamba kabla ya kutoa uamuzi wa aina yoyote, uamuzi wa kwanza turudi tena tuwaite na tuwalinganie, tuzidi kuwahofisha. Hata tumebadilisha system ya kwamba kuanzia Ijumaa hii itakayokuja misikiti zote zitakuwa zikihubiri khutba moja. Hili jambo litakemewa na misikiti zote, na baada hapo na Ijumaa itakayofuata maudhui fulani, mazungumzo juu ya munkar fulani, juu ya dhambi fulani. Hii ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, tumechaguana hapa watu 10 ambao kwamba wataenda kijiji hadi kijiji kuzungumza na wakina mama, kuzungumza na machiefs, kuzungumza na maheadmen na hata youth, ya kwamba jameni,
haya tunayoyafanya sio, lazima tuacheni, turudini kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya kufanya hii juhudi yote, tukasema kwamba yule atakayekataa kushika hili la Mungu ambalo kwamba tumemfuata paka ndani ya nyumba yake tumemfikisha, akikataa ni kwamba mtu kama yule wacha kumuozesha, hata akifa hatutomsalia. Na swali lingine pia Yeah. kuna hawa watu nasema elimu ndogo amesoma mara Ndio. nyingi, ustadhi na mashaka ndio alisoma kidogo katika mali. Baadhi ya hizo khurafi mambo kuangalia kitabu wao wanafanya, ama kuna aya inasema hivi, Sheikh anaweza tafsiri vingine. Hizi mambo mengi nafanyika iko na mkono wa ustadhi na Sheikh na mali. Hasa nyinyi mko na kauli gani kuhusu kama Tumezungumza leo hapa juu ya hili jambo ya Sheikh kuongezea kitu, mambo ya kumwangalia mtu kitabu, mambo ya nyota, mambo nini, mpaka kumetoka mwenzetu mmoja akasema mimi niliwahi kufanya hii kazi, so nishatubia, na akasema tafadhalini aliyoko hapa na ako na hiyo kazi aitubie, na tukaimizana sisi kwa sisi ya kwamba hilo ni dhambi, bali ni hatari zaidi, kwa sababu inapelekea paka mtu kuja kukuamini wewe ndio aweza kumnufaisha. Umempotosha kiwango kikubwa sana, mpaka Mtume amesema mtu akija kuuliza mtu kama yule hana swala siku 40, ikiwa alokuuliza hana swala siku 40 hakubali swala zake, je, wewe ambaye umejitia wewe ndio wajua ghaib, itakuwa umemshirikisha hata yule Mola. Kwa hiyo jambo kama hili tumelikemea na tumechukua uamuzi ya kwamba tuanze kujisafisha na kujirekebisha sisi wenyewe, na tumekubali ya kwamba ni sisi ndio tunaofanya, na japo si sote, ni baadhi yetu, lakini hata mmoja wetu akifanya, madamu wako na jina la mashekhe, itakuwa ni mashekhe ndio wanafanya. So hilo jambo tumeamua kulirekebisha inshallah tabaraka wa taala, ni kukaa tukijikumbusha mashekhe pia ni mwanadamu, asokuwa manabii na malaika, yeyote anaweza akafanya lolote kwa sababu ako na sifa la binadamu. na nikimalizia sasa, Ndio. kuna harusi nyingi ni attend kadha jana, mara nyingi wanasiasa wanakuja pia, kuna nia kukutana wao hiyo wafikie. Yes. Au pia hii ngoma hii hema mara nyingine pia wanaletea kwa sababu zao, baada wao kutoka na mambo mengine ya kuna gani. Au kimelezea pia niliona pia siku hizi kama kaburi watu wanafanya siasa, nafanyikanga unaenda kaburi watu wanafanya siasa. Hiyo ndio mila ya sisi Waislamu. Mimi kama mashehe kama nasema hayo kwa kaburi ikifika ile sehemu ifanye kama siasa. Pia ni mali nyingine sisi Waislamu. Kwa hiyo ni kama ni mashehe hasa na nini. Kwa swali lako la kwanza, kama sisi mashehe tumezungumza ya kwamba tutaonana na ndugu zetu wanasiasa ama viongozi wa serikali. Kwa hakika asilimia kubwa ni wao ndio wanachangia, kwa sababu leo mtu akishachukua tu mtoto wake ataka kufanya harusi, imekuwa hata ile mila ya Kiorma, mambo ya kuangalia nyota siku hizi imeachwa. Nyota imekuwa ni mwanasiasa, ni yeye atoe siku ya hiyo harusi. Akishote siku ya harusi ndio wale wenye kutaka kuoa waanze kuoa, ama wenye kufanya harusi wafanye harusi zao. So tumesema kwamba tutawaomba ndugu zetu, kwani ni wangapi? Hata ni wachache sana. Sasa kama sisi jamii ya Orma, wanasiasa wetu ni wachache sana. Tumesema kwamba tutawaomba, na tayari hivi watatusikia. Tushawaomba na tutazidi kuwaomba ya kwamba tafadhalini, tunawaomba mtu mkimsaidia kwa ajili ya harusi ataka kuoa, msaidie kwa ajili ya Allah, kwa kuwa wewe ni kiongozi wake, unao uwezo, msaidie kwa ajili ya Allah. Lakini kumwezesha paka alete ngoma, alete tent, alete viti na kuja kupigwa ngoma na wanaume na wanawake kutangamanikana, itakuwa ni dhambi kubwa sana, hasa kwake yeye kama kiongozi, ni dhambi kubwa sana. So tumesema tutawafikia hawa wanasiasa wetu na tutawaomba kwa njia zote, na tutaraji inshallah wao wenyewe hata bila kuomba, madamu sisi leo tumekaa hivi na tumekumbusha hili jambo la kwamba ni dhambi, jamaa tumepita mpaka tuachane nao. Tuna hakika wakishaona tu hizi video leo na hizi habari automatically wataachana nao. Kuhusu mazishi kugeuzwa kwa siasa, ni ukosefu wa imani, ni ukatili uliozidi na kufata mila ya wasiokuwa watu wetu. Kama tulivyosema katika harusi zetu tuwafuata mila ambazo kwamba ni za Kiyahudi, imekuwa mpaka kwenye mazishi pia tuwafanya hivyo. Ni ukosefu wa imani kwa hakika kuweza kufanyika jambo kama hilo. Kwa hivyo hili pia ni katika letu ambalo tumelipanga, tutalikemea na tutawaomba inshallah, hasa mtu akifa kuacha kufanywa pale kwa kaburi, hata kurudi nyumbani kuja kuguswa mambo ya siasa,
tunaomba hili sifanyike, na hili si sana, halijatokea sana kwetu kwa sasa. Inshallah tutahimizana na kuitadaraki mara moja. Ndio, na ndani ya msikiti pia kama ulivyotukumbusha, siasa ili isiweko, na isiweko ni isiweko na sisi sote, hata sisi mashehe pia tuepuke siasa ndani ya msikiti, si wao peke yao. Madamu haifai itakuwa ni haifai, na ingekuwa yafai zungumze msikiti, lakini kwa kuwa watu hawaielewi hiyo siasa, isiguswe ndani ya msikiti, iwe ni nje ya msikiti. Okay, tosha. malizia sasa. Huyu ndio malizia kwa Kioromo. Tosha. Malizia la kwanza. Kifaya. Haya niko nazo. Sawa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الحمد لله. قالين كابو واقتي ربي قالت قالتنا دندي تافلن تايسات فدين تايساتي وان بدون سبحانه وتعالى ندندي سيسي كابتو نكاي نقالج أرما سديتما شنجين أرتين توفيق سن تايساتي وان بدون تنميد أسيتا وان أقبل كسنو كاينا منكر نفول الجيفين كان وان بدون سبحانه وتعالى منكر كان وان كسب الليسنا ذنبي قديوا همين قديوا غرا جرا وان قديوا سمادينو راهيدته يبدات غرا أرمجرا وان قديوا سبحانه وتعالى وان منكر كان وان كسب الليس رحمتك ليس نعمك ليس ربي وان جيبسنا حيون تنتي تانين دو قالوا لين تنتينانو درباته وان منكر قديوا شني رول غافن شناتن وقولي تكون حراموا انفايتو بيا الربان الوليين إن شاء الله تعالى نلفكانا وفي نتدامنا هن لجنا وفي نتدامنا هم تتنور كن نتدامنا كمينا نمسو يمن سات لتيت من دقة اتهدا سنفي إن شاء الله تعالى ربي توفيق وانقسنو كاينا أمتا نبارك ليس تخير يا ربي وانو جيبسنا وننقابسس آياتا وانقو ديوني نقابسس يا أيها الناس اتقوا ربكم إيه إسن دقا إيه إسن إنما نو يا ربي وكيسن صدادا نو يده وانكم كتوبسانينا نو أمه أربرتنا نوجي واخشوا يوما دبر عاملين صدادا نقوية توكيدجا قوية توكينكم قوية جبين إسان لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا قوية أبان المويو همبان ولا علم دندي أبا ويو همبان guya han isen dur jiraden guya barsan hinjir buwani hinjir moishimi wa qaban hinjir godfather ki qaban hinjir guya kana ka sen dur jira wa kesen sodada no yer wan gudiyo subhanahu wa ta'ala rabbi sodada rabbiyane dan sahar lamani rafudeni kabeteni ham tuin kale so serine bayay rabati guya sodada den guya kan ka qofatan te dufte ful wa qaije kullu ije guya kan sodada no yer كايسن نديتني ويولين بان غيا يوم يفر المرء من اخيه غيا وبلين لما ولديس وامه وابيه غيا المان ابا فاتس وصاحبته وبنيه غيا ديرسين نيتي ديس المان ديس لكل امرئ منهم يومئذ غيا خانو درجرا دورالي غديو فدني وفي بدي تشينوا هم توان غديون فين رسولكين فينتان ان شاء الله تعالى بيا اذا نباسا منكر قديون غرا اور مجر كامتن رحمه واقنو رهيد غوما روسكن
ككل الشر كل اسكسجين تقريبا استاذ محمد نينك غرباسين ودبه كان دين تنتين كل بير دغدو رجاجي تسربي ندين شي mwenyewe nafti shi ya kulla pamoja na shi sitara shi ya kabda gwangu dio firkayet shi mwenyewe kulla almar'atu awrah ya nabi sallallahu alaihi wasallam mali shi min kasabatin istashrafa ash-shaytanu shaydani funnati kabe ijemani mawazo ishia munduka ishia kulima su shaydani akai jemi akai tayi akan dadi ishi malsun amri shaydana oltebul dubra le gudio fuden no abuya kanu durjira buya kan sodanwa hamtukam kasajebino inna wa'ada allahi haqq wa'adin abu waqadu gumare fala taghurrannakum billahi الغرور سين بلسيني وغديور الغرور غرور ومن بلسيد كلي وانما يتاتي وشيطان يتاتي ووندي بي يتاتي ابكم غرورا وان سبحانه وتعالى حيثنوت لي ان صداد نو يدي نمدي صداتن جيرو وبيا ربانو نقالش وصدان قال دينا كان كسبانه الحمد لله ادي فونه توبه دنيا توبه جيبفنه ككتاب لا جيبتا كتابي لالو كا ayyana nen jebite ayyan hilalu nam yoyotera dubatana toba jebisati dufne wangu dio wonu rahafu dabarre umman tenna narifne khitab ka umma gul jebifne namni tolchi kam kullin wo firra lakki su wa aqitin fe rasul kitin fe kun go makan bar jabdu nuge go makan nukalolen garajirra viongozi ntante ta siasa mata jas kanken hasjira na denten ngafetini ilman ken ngafetin duwatan darajantun kullin tanujirtun kullin wo finariftu kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kullike rabbina ngafeta bareda atka kiongozi ya rasigafeteni wajil ka kafu waqaf ka ibid ma'siya barsun bobe saf jirin man ka kare abadar guwati ka ummatan kulli wajibis mbe ko ni waqa yet tay sa yuga la fa fudu woni borde ke waqa yet mbe no ma shadar gusul mi dafa nadeni ilman nuka wontan de ne sirbi tan waqa hen mbe no amurabbin latif wa karim wa wonu gadjebi nun rafa insha Allah ta'ala ma'asiyatan kasanu jebisa no kulli kenke waq sodanu viongozi nteno waq isha sodatu jas keno waq isha sodatu kalish keno waq isha sodatu naden keno waq isha sodatu ilman keno waq isha sodatu wondi bin baf injirtu khairi dunya akhiran ne soda waqa garajirti sharrin dunya yo sharri akhiran soda waqa dab garajirti insha Allah ta'ala وانغو سبحانه وتعالى بدكتي امومناتي باتي امومنا شيء وانغو وان تاكنا ان شاء الله تعالى نوتل كنا توفيق غير سجر ان كدنا نكل بلجرا وانغو سبحانه وتعالى قجيل اسكدنا ربي وانو قجيل كنا كل كن والغلها ما هدايه ربي كبا وانغو سبحانه وتعالى وانو قجيل كنا والسلام عليكم ورحمه الله منكم Hata omba yule mzee dini inaruhusu ama inaruhusu na hiyo ni ada na desturi kabisa. Na Sheikh mshana torosha wanaitwa wanafunganika hiyo ni kanisa wanapeleka ili tunaangaliana wakati gani inafaa kutorosha mshana. Mila ya kutorosha kila mtu iko, lakini iko na masharti. Mila ni mila, si kama ni dini, si dini mila hawana, lakini huku unaona iko pande hii iko sana kama hiyo zote wanakataa. Sasa hiyo pia mashekhe mnazidi kuangalia hiyo
ديني أجلس جرا قبله نمورين فكاس الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس ربي كان بليت جيبي فناف كأنن غندسسه ويا كان أرم أولي دبيسا دينيسا إذرا والغافنة مان برن يكن إيسا واكن كان توبا قل جيبي فنان أسو جيبنيت والأرجنة دبيك على الريفو دبنة رب النور أقبلنا أمتا واكلنا إن شاء الله تعالى نم والباء نساه درشه رب وانين وانو خلي ويا كان تيني هاسون نتي إتيجي نتي أتوبي إتمقرقار. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين بعدد ما عندك من العدد والمدد في كل لحظة من الأزل إلى الأبد وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل. صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك الحمد فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفاسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اقضها بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكلفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا. يا غياث المستغيثين أغثنا وأدرك الهالكين أدركنا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عنا وعن جميع المسلمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحسنتم جزاكم الله خيرا. Voy a hacer